مركز شباب طحلة. مركز شباب طحلة ومعاناتهم من أجل الحصول على قطعة الأرض التي تنازعهم فيها الري. ولكن خلينا أقول لكم الأستاذ مصطفى عفيفي رئيس مجلس إدارة مركز شباب طحلة وكل أهالي مركز شباب طحلة اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، وأنا واثق إنهم عاملين شاشة عرض وبيتفرجوا علينا وبيتابعونا، وبشكرهم على كل الكلام المحترم اللي كاتبينه على الفيسبوك. ولكن يا جماعة ما نحن إلا سبب، عشان كده انتهزت فرصة وجود الأستاذ كمال عامر وما تربطه من علاقة قوية بالسيد الوزير ليساندنا بما لدينا من علاقات، لأن احنا العملية مش عملية صداقات، نحن نحاول أن نجمع حلول للمشاكل. المشكلة صورناها صوتا وصورة. محمد عوني ذهب إلى هناك وجاء لكم بهذا التقرير مع أهالي مركز شباب طحلة والأستاذ مصطفى عفيف رئيس مركز الشباب، وماذا لديهم وطبيعة المشكلة وماذا وصلوا منذ أن فجرناها في كورة بلدنا وحتى الآن. نحلم نموت لو عارفنا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت. علي صوتك علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة. علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة. المقر ده موجود من 2007 بإيجار 300 جنيه في الشهر، يعني ما يقرب من 3600 جنيه في السنة، من ميزانية حوالي 8000 جنيه لمركز شباب. يبقى أنهي نشاط هيتعمل؟ عندنا هنا المقر القديم كان موجود على مساحة 3 قريط و22 سهم، وللأسف تم إزالته بلجنة هندسية من مجلس المدينة، وقدموا الورق على أساس أنهم يبنوا مقر. كان الدكتور صفي الدين خربوش وزير الشباب في الوقت ده قال إن مركز شباب يبقى عبارة عن 6 قراريط. وقف المبنى هناك والقطع هناك موجوده لرمي القمامه لكل شيء، وقطعه تسوى ملايين لانها على نهر النيل اللي هو المكان القديم ده، وما تمش بنائه بحجه ال6 قريط. حضرتك انا طلع لي قرار من المحافظ من 6 شهور ان امسك رئيس مجلس اداره، والناس يعني توسمت فيها خير ان اقدر اعمل حاجه. فانا بناء عليه دلوقتي بنسعى، قدمنا الورق للشباب والرياضه وقدمنا له كذا مره هام وعاجل ومفيش جديد. الورق وصل الوزاره حاليا وبيتم الشغل فيه، بس لسه مفيش حاجه تمت، يعني المقر لسه مفيش حاجه تمت. هنا حضرتك مفيش فلوس ندفع ايجار ملعب مطلوب 11192 جنيه سنويا. طب منين انا باخد 8000؟ ومنين هدفع 3600؟ طب منين هدفع ايجار ري؟ فتراكم الري لما وصل 130,000 جنيه على مركز شباب، مين يدفعهم؟ جهود البلد عملوه ملعب زي ما حضراتكم شايفينه كده، وبندفع فيه ايجار سنوي مبالغ كبيره مش قادرين عليها طبعا، وعلينا حجز وحاجات زي كده. وزاره الري بترفض، بنجري معاهم، يعني بنحاول معاهم من 2005 على اساس انهم يستغنون عن المكان للشباب. لحد دلوقتي مستغنيين عن مكانين 3 هنا جنبينا هم، وفي مباني لو حضرتك تشوف بالكاميرا برضو في مباني حوالينا هي، ولحد دلوقتي وزاره الري بنحاول معاها مش قادرين من 2005 واحنا بنحاول روحنا اكتر من مره، وربنا يسهل يعني بدعمكم ان شاء الله معانا ان شاء الله ممكن نوصل ان شاء الله. زي ما انت شايف كده كل المساحه اللي انت شايفها دي حضرتك، يعني لو الكاميرا جايبه الناس اللي بتلعب وكل الناس اللي موجوده في الملعب، مساحه يعني 2 فدان واكتر. نفسنا البلد بتاعتنا تمتلكها. بنجري بقالنا كتير كشباب، انا شاب من شباب البلد 32 سنه، جريت 10 سنين لحد النهارده مش عارفين نخلص اي حاجه. بنجري مع الناس الكبار، رئيس مجلس اداره الاستاذ مصطفى عفيفي وكل الناس الكبار اللي بنجري معاهم، مش عارفين نخلص المكان دوت. نفسنا ان وزير الشباب والرياضه ووزير الري ربنا يكرمنا بيهم ان شاء الله، ومن خلال برنامج الاستاذ عبد الناصر ان احنا يتنازلنا عن المكان دوت لصالح الشباب. نفسنا يا باشا تقف جنبنا في موضوع الملعب دوت، لان احنا بقى لنا ازيد من 15 سنه بنجري في ان نتملكه عشان نعمل فيه دوره ميه، او نعمل فيه نغير فيه هدومنا، او في زاويه بينج او تنس او طايره او كلام من دوت، والايجارات غاليه علينا ومش عارفين ندفعها، وفي حجوزات بتبقى على رئيس مجلس الاداره. والله الاستاذ مصطفى عفيفي ده ربنا يخليه لنا هو الوحيد اللي بيجري في البلد على الموضوع ده، ما حدش مسك رئيس مجلس الاداره في البلد وعمل حاجه غيره. والشكر الاول والاخير عايزين نشكر الاستاذ عبد الناصر، وربنا يكرمه ويقف جنبنا يا رب. يا كابتن عبد الناصر برنامج كرة بلدنا معانا لله. كان معاكم من مركز شباب كفر طحلة محمد عوني، قناة القاهرة، كرة بلدنا.